عام 1988 في ليلة شتاء تونسية نلقاو راجل في الخمسينات من عمره مطيش في وسط بيته وغارق في دمه بعد ما مرته دغرته بسكينة في قلبه من غير حتى شفقة. باهي باش نحطكم في الموضوع، رمضان وصالحة عرسوا ببعضهم من غير ما يتعرفوا، حلقة كلاسيكية كيما برشا حالات أخرين. جابوا الصغار لكن ما فماش أحاسيس ما بيناتهم، بل بالعكس صالحة كانت تحس اللي رمضان يكرهها، خاصة اللي هو كان ديما يعنف فيها على أبسط حاجة، حتى لين جات الليلة اللي مشات له فيها وهو راقد جبدت اكبر سكينه عندها في الكوجينه ودغرته في وسط قلبه. لكن الحقيقه مازالت حاسه روحها ما بردتش، هذاك علاش مشات جابت شاقور العيد وقصته تروف من بعدها جابت سكينه صغيره وفصلت بها العظم على اللحم، وهذا الكل زاد مازال ما فشلهاش غيظها. وحضروا لي رواحكم للي جاي. بدات اكل لحم، نظفته وملحته وحطته يتنشر حتى لين يشيح، من بعدها حطته في حكوك معبين بالزيت وحولت راجلها القديد والابشع من هكايا اللي هي قاعده تاكل فيه ايامات، بكل مره تتذكر فيها اللي عمله لها راجلها. الجيران بعد مده لاحظوا اللي هما ما عادش يشوفوا رمضان، خاصه اللي هما كانوا مستنسين يشوفوه يخدم والا حتى يسمعوه يعارك. هذاك علاش كل مره واحد منهم يمشي لصالحه ويسالها على رمضان، وكانت في كل مره تسكت وتسكر الباب. هذاك علاش مشاو كلموا البوليسيه اللي بعثوا حاكم تحقيق للدار باش يحكي مع صالحه، واللي من اول سؤال قتلوا انا قتلت راجلي وكليته. ما نطولش عليكم خاطر رمضان كان موجود في الكوجينه لكن في حكوك، وذاك علاش تم القبض على صالحه وحكموا عليها بالمؤبد. لكنها خرجت في عام 2008. اول حاجه قالتها كي خرجت اللي هي ماهيش نادمه على الحاجه اللي عملتها، واللي اكثر من هكا صالحه ما تصومش رمضان على خاطره باسم راجلها.